ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن السامسونج جالاكسي اي 14 النسخه ال4 جي والنسخه ال5 جي. عملنا فيديو للنسخه ال4 جي وفيديو تفصيلي برضه للنسخه ال5 جي. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مقارنه ما بين النسختين علشان نعرف ايهم افضل وايهم احق بالشراء، علشان تعرف اذا نويت تشتري الهاتف او عاجبك هل تكتفي بالنسخه ال4 جي فقط ولا تزيد المبلغ حاجه بسيطه وتاخد النسخه ال5 جي. طبعا لو مواصفات ال5 جي اعلى. يلا بينا نبدا زي ما احنا متعودين باوجه التشابه ما بينهم هما الاثنين وبعدين اوجه الاختلاف. اهم حاجه ما تنساش اللايك واشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وكل مقارنه جديده بنعملها. ولو عندك اي مقارنه اكتبها تحت في الكومنتات وان شاء الله هنعملها الفيديو اللي جاي. يلا بينا. عاوز اقول لكم في البدايه ان الكرتونه سواء ال4 جي او 5 جي زي ما انتم شايفين مفيش جواها اي حاجه، الاتنين نفس الشيء، بس الهاتف بيكون معاه واير الشحن فقط. فخلي الكرتون على جنب دلوقتي لان ملهاش اي لازمه. الاي 14 النسخه ال5 جي اللي لونها اخضر والنسخه ال4 جي اللي لونها بنفسجي، الاتنين زي ما انتم شايفين نفس التصميم بالظبط، التصميم واحد. كل حاجه في الهاتف سواء فريم جانبي او ظهر مصنوعة من البلاستيك، فقط الشاشة في الهاتفين هي اللي زجاج. كمان الاتنين نفس الحجم 202 جرام وبرضه نفس السمك، الاتنين عرضهم واحد 9.1 ملم. تقدر تركب شريحة هنا أو شريحة هنا أو اتنين في نفس الوقت. حتى حجم الشاشة ونوع الشاشة واحد، حجم الشاشة نفس الشيء 6.6 إنش ونوعها BLS LCD في الجهازين. كمان نظام التشغيل أندرويد 13 هنا وهنا، ونفس الواجهه كمان One UI Core 5. اقدر ازيد ميموري في النسخه ال4 جي واقدر ازيد ميموري في النسخه ال5 جي، بس عايزك تركز قوي لان في تكه كده وفي نقطه بسيطه في حته الميموري لما نروح عند الاختلافات هنقولها. الجهازين نفس منفذ الشحن تايب سي وفيهم منفذ السماعه الاي او اكس والاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي. البطاريه في النسخه ال4 جي وال5 جي واحد 5000 ملي امبير، تدعم نفس الشحن السريع اللي قوته 15 واط في الاثنين. النقطه رقم 10 واخر حاجه متشابهين فيها وهو الكاميرا الاماميه، عدسه السيلفي هنا وهنا واحد، مفيش فيها اي اختلاف سواء في الصور او في الفيديوهات. تعالوا بقى نروح على الاختلافات. اول حاجه طبعا ان النسخه دي 5 جي اما النسخه دي 4 جي طبيعي. طب ده بيوصلنا لايه؟ بيوصلنا ان سرعه الانترنت هتكون اسرع في النسخه ال5 جي. تاني حاجه هو اهم حاجه في الهاتف هو المعالج بتاعه. يعني لو قفلت التليفونين وفتحتهم في نفس الوقت هتلاحظ ان النسخه ال5 جي هي اللي فتحت اسرع. خلينا اعملها كمان مره. افتح التليفونين في نفس الوقت، دايما النسخه ال5 جي هي اللي هتفتح اسرع. ليه؟ لان المعالج بتاعها ميديا تك دايمنسيتي 700، او في نسخه ثانيه هتلاقي اكزينوس 1330 معماريه 5 نانو اوكتا كور. اما المعالج اللي موجود في النسخه ال4 جي اقل لانه ميديا تك هيليو جي 80 معماريه 12 نانو. هنا كانت المعماريه 5 هنا 12. كل ما الرقم زاد كل ما كان المعالج بقى اقل. خلينا نجربها كمان مره عشان الناس اللي ما خدتش بالها. لو فتحتهم الاثنين في نفس الوقت هتلاحظ ان النسخه ال5 جي فتحت اسرع، وده طبعا هينطبق على كل حاجه، العاب بقى، كل شيء هيكون اسرع في النسخه ال5 جي طالما المعالج قوي. كمان معالج الرسوميات اللي هو الجي بي يو المسؤول عن الجرافيكس والالعاب هنا برضو اسرع في النسخه ال5 جي لانه مالي جي 57 ام سي 2، اما هنا مالي جي 52 ام سي 2، يعني اقل من النسخه ال5 جي. طيب احنا قلنا ان الاثنين تقدر تركب لهم ميموري كارد، بس قلنا في تكه بسيطه كده واختلاف بسيط. النسخه ال5 جي بما ان المعالج اسرع فاقدر احط لحد 1000 جيجا ميموري زياده في النسخه ال5 جي. اما المعالج هنا الميديا تك هيليو جي 80 ضعيف، فانا ممكن ازيد المساحه عادي، بس لو انت حطيت كارت ميموري 64 جيجا التليفون هيعمل لاج منك. يعني الاثنين اقدر ازيد فيهم المساحه بس النسخه ال5 جي تتحمل اي ميموري اركبه، لكن النسخه ال4 جي مش هتتحمل. بالنسبه للكاميرا الخلفيه مش هنتكلم فيها كتير لان في الفيديوهات اللي شرحنا كل واحد على حده شرحنا الكاميرا وحطينا صور للهاتفين. بس كل اللي عايزك تعرفه ان النسخه ال4 جي العدسه بتاعت الالترا وايد انجل الثانيه 5 ميجا بكسل هنا 2. النتائج شويه زي بعض ولكن الاي 14 فقط العدسه بتاعت الوايد انجل هي اللي هتكون متفوقه شويه. اما التصوير الاثنين فيديو صور الاثنين نفس الشيء. بالنسبه للراديو الاف ام النسخه ال5 جي بيدعم راديو اف ام، النسخه ال4 جي ما بيدعمهاش. طيب يعني استفدنا ايه دلوقتي من المقارنه دي؟ استفدنا طبعا ان النسخه ال5 جي المعالج اسرع. بما ان المعالج اسرع ومعالج رسوميات اسرع اذا هيكون التليفون سهل وسلس في كل حاجه، في الالعاب وفي التنقل وفي البرامج وفي كل شيء، خاصه لما تعرف ان فرق السعر ما بينهم 17 دولار بس. يعني ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام النسخه ال4 جي سعرها 160 دولار، اما النسخه ال5 جي سعرها 177. فرق 17 دولار
على معالج، لا طبعا تشتري النسخه ال5G. اولا لانها اصلا 5G، فانت الايام اللي جايه كلها والمستقبل 5G. حتى لو انت الدوله اللي انت فيها مفيش فيها 5G ممكن تحتاجها فيما بعد. اما النسخه ال4G لا، ما انصحكش انك تاخدها لان المعالج بتاعها ضعيف. لو كان فرق السعر بينهم هما الاتنين كبير كنت قلت لك تمام خليك على ال4G، بس بما انه $17 نصيحتي ليك انك تاخد النسخه ال5G. هو ده الفرق الوحيد ما بينهم، بقيت كل حاجه الجهازين واحد، نسخه تيبيكال ما تقدرش اصلا تفرقهم عن بعض الا من خلال الكرتونه. اللي عنده اي سؤال سيبولي في الكومنتات تحت. اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.